نحن لا نخجل من الاعتذار. ساندي بالنسبة لكتير من المصريين دي. ساندي بالنسبة للأمريكان والكل اللي ساكنين في المحيط الأطلنطي الجزء الشمالي منه ده. جه منين اسم ساندي؟ هيئة الأرصاد الأمريكية عندها 6 لست ب 21 اسم لكل سنة، والليسته بتتكرر كل 6 سنين. الأعاصير المدمرة جدا زي كاترينا اللي حصل في 2005 اسمه مش هيتكرر تاني، زي ما هيحصل في ساندي اللي حصل في 2012. إعصار ساندي كان حجمه رهيب، كان قطره من أوله لآخره حوالي 1000 كيلو، يعني لو منتصفه كان في المنيا أوله هيبقى في أسوان وآخره هيبقى في اسكندرية، يعني يغطي مصر كلها. الحاجة الغريبة إن أكبر الدول في العالم اقتصاديا هي الأكثر تعرضا للكوارث الطبيعية، أمريكا، الصين، اليابان اللي بتتهد كل كام سنه، الهند، حتى تركيا وكوريا الجنوبيه. غير الكوارث الطبيعيه اللي بتحصل لهم هم في حاله حرب، ولكنهم قدنا اقتصاديا من 6 ل 7 مرات. ليه الدول دي عظيمه اقتصاديا مع كل الكوارث اللي بتحصل لهم؟ عشان بيعرفوا يحضروا للكارثه من قبليها، وبيعرفوا يرجعوا من الكارثه احسن من الاول، زي ما هيحصل في امريكا وزي ما حصل في التسونامي اللي حصل في اليابان. عشان دي ناس عايزه تشتغل، مش عايزه بس تقعد تتخانق على كلام فارغ. احنا بقى غير ان احنا مضيعين وقتنا في الخناقات والتحليلات السياسيه، كلنا شاغلين نفسنا بالسياسه. محدش فعلا بيشتغل للبلد دي مع الاسف، عشان مفيش حاجه تجمعنا زي كارثه طبيعيه. احنا كمان كل واحد فينا محلل سياسي، يعني الدستور، المسوده الرسميه للدستور ما طلعتش من جهه رسميه. هنعرف احنا ازاي نقرا الدستور ده؟ ايوه في مسودات على الانترنت 50 صفحه كل واحده، بس مش من جهه رسميه. وهل الشعب كله هيقرا ال 50 صفحه؟ اشك جدا. ليه ما نبتديش من دلوقتي ننزل المسوده دي على مراحل، كل يوم في الجريده الرسميه كام ماده الناس تعرف تقراهم ونعرف نتناقش فيهم، مش تنزلوا لنا المسوده مره واحده ويلا ولا لا، وفي اغلب الاحيان الناس هتقول نعم او لا، وهتكون بالضغط زي ما حصل قبل كده. عايزين حد يكلمنا على القضايا اللي بتحصل في البلد. الكارد هنرجع نتناقش فيه تاني، ليه ما يبقاش في موارد تانية؟ الصناديق الخاصه فين؟ طب فين الغاز الطبيعي اللي اثاره كاتب كبير وهو فهمي هويدي واعلامي كبير وهو يسري فوده؟ الغاز الطبيعي اللي اسرائيل سرقاه. حد يطلع يقول لنا الناس دي بتقول كلام صح ولا الكلام ده غلط؟ حد يتكلم معانا. سينا حد يقول لنا تمليك سينا للبدو. في ناس بتقول فلسطين هيجوا يقعدوا في سينا، هنملك سينا للفلسطينيين. حد يقول لنا ولا لا؟ في مصريين مع القرار ده وفي مصريين لا، انا شخصيا لا. حد يقول لنا الروايه الرسميه. ما حدش بيتكلم لغايه دلوقتي، زي النظام اللي فات بالظبط. حاجه تانية برضو المسؤولين ما عرفوش يفسروها لنا. الطيران الاسرائيلي اللي طلع من اسرائيل للسودان راح ضرب مصنع، وعلى حسب الروايه الرسميه الاسرائيليه عدوا من المجال الجوي المصري وخدعوا الرادارات المصريه ورجعوا تاني. احنا ما عملناش حاجه. المعلومه دي صح؟ الاعلام الاسرائيلي بيتكلم صح ولا بيكذب؟ طب وهم لما راحوا ما خدناش بالنا، ولما رجعوا كمان ما خدناش بالنا؟ احنا ايه راداراتنا ايه؟ انا سامع طيارات يا سياده القائد، انا سامع طيارات كتير. الله، هم كام واحده؟ انا مش شايف حاجه يا سياده القائد. اضرب ولا ايه؟ حالة التوحد في المجتمع المصري بتحصل دايما في المصايب، او لما بيكون فيه هدف واحد زي ما حصل في الثورة او في اي مشكلة كبيرة بتحصل في مصر. المجتمع الامريكي دلوقتي متماسك جدا، وكل حتى المتنافسين السياسيين رومني واوباما متفقين ان احنا لازم نعدي من الكارثة اللي هم فيها دي. هل احنا محتاجين لا قدر الله كارثه عشان تجمعنا تاني عشان نشتغل عدل للبلد دي؟ الحمد لله ربنا وهبنا بلد ما فيهاش ولا كوارث ولا زلازل ولا براكين ولا اعاصير ولا الكلام ده. نور بكره ان احنا نركز شويه في الشغل ما دام ما فيش عراقيل طبيعيه. مش كل واحد هيبقى محلل سياسي. ايوه لازم تكون منشغل بحال البلد، ولكن اشتغل في شغلك واعمل اللي عليك عشان البلد دي تعدي المرحله اللي احنا فيها.